انا اتربيت في بيت عيله، يعني كان في نفس الشقه مع مامتي وبابايا وجدي وجدتي. جدتي كانت ست كلاسيكيه جدا، وكانت بالنسبه لها في نظام في الاكل ان كل يوم بنغطي كل الحاجات المطلوبه عشان نبقى بناكل غذاء سليم، وفي نفس الوقت يبقى طعمه كويس. فاحنا عمرنا ما كنا بنحب اكل بره، لكن دايما اكل البيت احسن من اكل بره. والفكر ده كان موجود طول ما انا بكبر، وبالتالي انا قدرت ان انا او بحاول دلوقتي اوصل ده لبناتي. وفي نقطة برضه مهمة يعني تمس برضه كل الأمهات، هي اللانش بوكس. يعني هو طبعا لفظ اللانش بوكس ده بقى مستفز جدا، احنا كنا بناخد كيس فيه سندوتشات عادي، بس برضه وانا يعني انا كنت بشوف فرق بين الكيس بتاعي وكيس صحابي. يعني كان عندي صحاب ياخدوا في 4-5 حاجات متجابه من الكشك، مش هقدر اقول اسامي منتجات طبعا، بس انتم متخيلين بقى في التسعينات. وانا اللي كنت بعمل بيبقى معايا سندوتشات، سندوتش تونه، سندوتش جبنه، خياره، جزرايه. اوكي ممكن اخد بسكوت او حاجه، بس ده بيبقى حاجه جانبيه، ما يبقاش كل الاكل اللي انا جايباه معايا في المدرسه كده. فدلوقتي سواء اسمه لانش بوكس او كيس سندوتشات، مفيش حاجه ان هو ما يبقاش، يعني ما عندناش سبب يسمح لنا ان هو يبقى مضر للصحه.